بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، قلنا لهم خليوا الجمل راقد، لا تستفزوا أهل التوحيد والسنة، فإنهم إن تكلموا قهروكم، وإن سكتوا فضحتم أنفسكم. اتصل أحد ضباع الملاحدة في المغرب بالأستاذ ياسين العمري بطريقة فيها نوع من المخادعة والمكر، يسأله في زعمه عن دليل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. تبين فيما بعد أنها لم تكن إلا مناورة من لئيم. الظاهر أن الأستاذ ياسين العمري تفطن لهذا المكر القديم من هذا المشاغب الملحد اللئيم، وكان من حقه أن يتوقف وأن يقطع الاتصال، لكن الأستاذ ياسين العمري استمر معه، ولأنه تفطن أنه مناور علم أنه لا فائدة من الجواب، فقطع الاتصال ولم يجبه عن سؤاله، لأنه لا يجوز الإجابة عن سؤال المعاند. راسلت أخي الحبيب ياسين العمري، استفسرته عن حقيقة ما جرى، فحكى لي القصة، فتعجبت من حال ضباع الإلحاد في المغرب، واستأذنته في سلخ هؤلاء الضباع، فأذن لي بارك الله فيه. الآن أيها الإخوة والأخوات، هل كان الأستاذ ياسين العمري يجهل الجواب؟ هل عجز الأستاذ ياسين العمري عن الجواب عن سؤال ضباع الإلحاد في المغرب؟ بالمناسبة، عندي لكم مفاجأة جميلة جدا سأجعلها داخل المقطع. الجواب عن سؤال قطيع الضباع الملاحدة قديم وسابق لسؤالهم، لكنهم مع ذلك مصرون على إعادة السؤال مرة أخرى. ما هي الأسباب التي تدفع ضباع الملاحدة لإعادة السؤال مع أن الجواب سابق وقديم؟ هناك 5 أسباب في نظري. السبب الأول أن الضبع الملحد يكرر السؤال باحثا عن جواب ضعيف حتى يستطيع أن يناقشه، ولا يحب أن يسمع الجواب القوي لأنه يحرجه ويقهره. السبب الثاني مغالطة إيهام الناس أن الخصم يعتذر عن الجواب. لاحظوا معي الإخوة الآن، نحن نفترض سؤالا ثم نجيب عنه جوابا قويا، لأن ضباع الإلحاد في المغرب لا يحسنون وضع السؤال، فكيف يحسنون الجواب؟ فإذا سمعوا جوابنا وضعوا له سؤالا بعده، ثم يخاطبوننا بسؤالهم، حتى إذا امتنعنا عن إجابتهم فرحوا بذلك وقالوا ليس عندهم جواب. السبب الثاني، بعض الناس يسألك، أي بعض الضباع الملاحدة يسألك فتجيبه، فلا يفهم الجواب فيعيد السؤال ظنا منه أنك لم تجب. السبب الرابع ضعف المتابعة. نقول لضباع الملاحدة الجواب قديم وسابق لسؤالكم وهو مشهور وموجود، فيجيبون بقولهم إننا لم نطلع عليه. نقول لهم إن قانون المحاججة والمناظرة لا يحمي المغفلين أمثالكم ولا عذر لكم. السبب الخامس سوء الإنصات. يسألك الضبع الملحد فتشتغل بالرد عليه، فلا يركز في جوابك ولا يشتغل به، حتى إذا انتهيت فاطن من غفلته وأعاد عليك نفس السؤال لأنه لم يكن معك. المفاجأة الجميلة أيها الإخوة والأخوات، الأستاذ ياسين العمري يعرف طريقة إقامة الدليل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام
وفق مجموعة من المسالك التي يعرفها الأستاذ ياسين العمري. أن يبدأ معك بإثبات إتقان الله تبارك وتعالى لصنعته في تسلسل من الاستدلال، حتى إذا قبلت ذلك واعترفت فعلا أن هذه صنعة متقنة دالة على صانع خبير، ينتقل بعد ذلك إلى سؤال الفائدة من الصنعة. وكلنا يعلم أنه إذا وقف على آلة مصنوعة بإتقان فلا بد أن يعتقد أن لها فائدة، لأن أفعال العقلاء الحكماء المتقنين منزهة عن العبث. إذا كانت هذه صنعة متقنة وكانت لها فائدة، إذن لا بد أن نستعملها، ولا بد أن نستعملها بطريقة صحيحة وآمنة ومفيدة. نحتاج إلى من يعلمنا كيف نستعملها، نحتاج إلى كتيب إرشاد سيأتي به رسول وسيعلمنا كيف نستعمل تلك الصنعة ويشرح لنا ما ورد في كتيب الإرشاد. بهذه الطريقة نكون قد أقمنا الدليل على الوحي والنبوة والرسالة، والناس جميعا يؤمنون بهذا التسلسل، فما بالك بالله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى. الأستاذ ياسين العمري متمرس بهذه الطريقة، ما ننسوش على أنه درس العلوم التجريبية، عنده محاضرة ينتقد فيها نظرية التطور، حاولوا تسمعوها لتعرفوا هل كان الأستاذ ياسين العمري غافلا عن دليله أو أدلته. أجاب الأستاذ ياسين العمري عن سؤال النبوة قديما، بل له مقطع منشور على اليوتيوب منذ سنة يشرح فيها ذلك كما بينت لكم، بل بطريقة أجمل بأسلوبه الخاص اللي قد عرفوه من الأستاذ ياسين العمري. استمعوا الآن إلى الأستاذ ياسين العمري وفرجة ممتعة. راه كانت خلية وحدة وعندنا نفس المكونات، ومن بعد كينقسم نفس المكونات ديال نفس الخلية. شكون اللي قال هذه الخلية سيروا نتوما صيبوا العينين؟ وشكون اللي قال هذه الخلايا نتوما تصيبوا النيف؟ وشكون اللي قال هذه الخلايا نتوما ان صح التعبير نتوما غتضحيوا باش غتموتوا، باش غيتفرقوا هذه الاماكن هادو باش غيوليو عنده 5 ديال الصباع يوليو تيتحركوا؟ وشكون اللي قال هذه الخلايا نتوما غتكونوا رطبين وغتكونوا النسيج ديال اللحم؟ وقال الخلايا الاخرى لا نتوما تكونوا قاصحين وغادي تصيبوا الهيكل العظمي. والمنطلق خليه واحده، وتا واحد ما كيدق عليهم يقول لهم اش ديروش ما ديروش الى اخره، ولو تعطات لشي واحد يقول لهم اش ديروش ما ديروش كره خرج عوج. وشكون اللي قال هذوك الخلايا كلها في الانسان كله فين ما كتكون شي مراه حامله ان العينين يكونوا في نفس البلاصه والنيف يكون في نفس البلاصه؟ هذا الشيء اللي دوينا على كل مكون بشكل مستقل بلا ما نهضروا على التداخل البيني بين المكونات. يعني ملي يكون القلب كذا خاص الرئتين يكونوا خدامين بكذا والرجلين يكونوا كذا، القضيه ديال التوازن. من الذي ابدع هذه الامور كلها؟ الآن سينتقل الأستاذ ياسين العمري إلى الجزء الأخير من سلسلة الاستدلال. ما دام الذي أبدعها بهذه الدقة وهذا الإتقان يستحيل أن يكون خلق الإنسان وتركه غير هكذاك دير داك الشيء اللي بغيتي، مستحيل يكون خلقه بهذه الدقة وبهذا الإتقان وكل عضو مكون فيه خلية عنده واحد الغاية وواحد المهمة تؤديها أنه يكون قد خلقه هملا. ويجيبنا الحق سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هل كان الأستاذ ياسين عاجزا عن الجواب؟ حتى علاش جبت انا هذه المقدمه الاستدلاليه كلها باش نقول ان ما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، هو الذي صنعنا، صنع الله الذي اتقن كل شيء. هذه الخلقه وهذه الصنعه ديال سيدي ربي الله عز وجل هو الذي يعلم ما الذي يصلحها، ما الذي يحافظ عليها، وما الذي يسوقها لتؤدي مهمتها على اكمل وجه. وحتى لا يتركنا هملا انزل علينا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه على اكمل وجه، فانزل لنا القرآن والسنه. كنت نبهت على مراحل استدلال هاته في مقطع قديم. هي 5 أسئلة في نظري بطبيعة الحال، هي 5 محطات لإثبات النبوة والرسالة
و5 أسباب تدفع الضبع الملحد إلى إعادة طرح السؤال مع أن الجواب سابق قديم. ويحتاج كل واحد من هؤلاء الضباع الملاحدة إلى 5 في الكف نصفع بها وجوههم حتى يستفيقوا ويرجعوا إلى عقولهم. بنوا بهذه المكالمة قصور فرح من الرمال، ولغبائهم بنوها قرب الأمواج في يوم بحر هائج مع أول موجة. الخبر في راسكم. من الأدلة التي يستعملها العلماء الأدلة التي تنتمي إلى ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. من أشهرها دليل تكون الجنين في بطن أمه كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. وأنا أردكم إلى مقطع كنت صنعته قديما وإلى مقطع رائع نشره الباحثون المسلمون، وراجعوا هذا المقال ففيه كفاية إن شاء الله تعالى. أضف إلى ذلك أيضا أدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كالحديث الوارد في عودة جزيرة العرب أنهارا ومروجا كما كانت، والحديث الذي يتحدث عن عدد العظمات في الهيكل العظمي للإنسان، ومثلها كثير. نقول لضباع الإلحاد المغاربة: إذا عدتم عدنا، وإذا حاولتم مرة أخرى سلخناكم مرة أخرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.